السلام عليكم أعزائي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. تحية للمغاربة داخل البلاد وخارج البلاد، تحية للأحرار وتحية للجالية المغربية المقيمة هنا بهولندا. كما شفتوا البارح خسارة فريق انسي ضد فريق ازيد الكمار 5-1. إذا الفرقة ديالنا خسرت نهائي كأس هولندا، والنهائي اللي كان زوين، الاحتفالات اللي كانت زوينة. راك شفتوا هولندا كيف دازت الأمور، كلشي زوين على خير بخير. روتردام كان نهائي في روتردام. انتقال ديال الحافلات من هنا من هذه المدينة ديال نايميخن مشات 250 إلى 300 كار بالمشجعين ديالها. داكشي مأمن معدل، داكشي زوين في الملعب، داكشي الأمن، هيبة الأمن. وشفنا الاحتفالات وشفنا المقابلة كيف دازت. رانا نمشيو من بلادنا اللي غادي ننظموا فيها قال لك كأس العالم 2030. ايوا هنية عليكم صحاب الغريبية والكيسان داتاي والبرارد داتاي والطواجن والاستقبالات والغيطة والبندير. مدينة أسفي العزيزة على القلوب، المطلة على المحيط الأطلسي. الأحرار الأحرار ديال الناس أسفي مساكن اللي ما قدروش يدخلوا الملعب وحقروا بيه، ويعني تحقروا عليهم. مشاو كيديروا هاد الاداره ديال اولمبيك اسفي، وهاد اللي مشاو كيفرقوا الوراقي على البلطاجه 500 ورقه ديال البلطاجيين. واش داروا ديك صحاب الخوانجيه ديال الرقعه ديال احنا عايشين في دوله التسامح ودوله الاستقبالات بالبندير والغيطه والكسكسو. دخلوا البلطاجه ودخلوا ولاد العسكر ولاد المخابرات العسكريه ودوله ولاد دوله العدو، دخلوا من البيوت. قال لك خاوه وطاوه وطوانجيه والغريبيه، حلوة السمن والحلوة كوكو، القصاعد سكسو والحوت الدورادو والبيسكادية والبوسوغو وكداشي معدلين اللم الحوت المحيط الأطلسي. وكلوهم وشربوهم واش دخلوا هرسوا لهم الملاعب. ورقة بطل، نعاس بطل، الماكلة بطل، الاستقبال زوين بالتمر والحليب والتهريس. ضربوا رجال الأمن العسكر، واحد تحقروا على المساكين اللي ما عطوهمش الوراقي باش يدخلوا، واللي ما مشاوش المقابله يحضروها في دوله العسكر اللي تمنعوا، واللاعبه اللي هما تحقروا تحطوا في القصر تزول لهم الباسبور وتمنعت عليهم يزوروا يديروا حتى واحد الجوله داخل المدينه. فهنيئا للدوله ديالنا اللي غتنظم كاس العالم 2030، هنيئا. دابا راه كتوما في المحكمه ديال الطاس كدعاو مع البلطجة السنغال اللي دخلتوهم واللي طلقتوهم، هما وشي افارقه في الاحياء ديال المغاربه في مراكش، في الرباط، في كازا، في طنجه، في تطوان. فرقتوهم على المغرب وبقاو يعني عاملين غير الاجرام اجرام الاجرام وش نسمعوا والعبث والتهجم على المغاربه والتعدي على النساء المغربيه والتعدي على البنات المغربيات على الشعب المقهور المسكين اللي عايش في الاحياء الشعبيه. هادشي اللي دايرين الالوفات مدخلينهم. قال لك عندنا الاقمار الصناعيه كنراقبوا فيها الحدود، كنراقبوا واش غنقول لكم، كنراقبوا الافوكادو ماشي كنراقبوا الحدود. فهذاك الشيء ممنهج اللي كيتعمل، مخليين الوفات ديال الناس بدون هويه وبدون اوراق، ومدخلين البلطاجه مدجه من دوله العسكر اللي ما عندهمش اللي عندهم خلل عقلي وعندهم امراض نفسيه، واللي كتجيب الطيارات كيجيو من تونس كيما بغاو، كيدخلوا البلاد كيما بغاو، كيدوزوا الديوانه كيما بغات، ومتلقينهم في المطارات بالبندير والغيطه والتمر والحليب. ومشاو ديك صحاب الخوانجيه وصحاب الدل والعار اللي كيتلقاوهم بالغريبيه وكيقول لهم اجي تنعسوا عندنا، كيدخلوهم الديور ديالهم الحرمه ديالهم، كيدخلوا الشفاره والبلطاجه والعدود الوطن. واش شفتوا النتيجه كيفاش كانت؟ ساعه ونص وقفت المقابله، هرسوا الكراسي، هرسوا الملعب ديال الرمز للمسيره، على الاسم ديالو المسيره هرسوه
طيحتوا بالقيمه ديال الانسان المغربي الحر اللي كتجي غير على البلاد وكتجي غير على الوطن. ايوا فينكم يا المسؤولين؟ فين هذيك المسؤول ديال الامن الكبير اللي غادي نمشيو نعاونوا الميريكان؟ قال لك باش الميريكان طلبت المغرب باش نامنوا كاس العالم، قطر طلبت المغرب نامنوا كاس العالم، بالعاد ديال التلفازه وبالعاد الراديو وبالعاد الهضره وبالعاد الخوى الخاوي. 500 ديال البلطاج دخلوا عندكم، ما عرفتوا حتى الهويه ديالهم من ما جايين، واش عندهم شي عارفينهم بان عيدخلوا يديروا العمل يعني خبيث، وعيديروا الخابات وعيهرسوا ويكسروا داخلين لهم الديوانات. علاش ما رفضتوهمش، ما تدخلوهمش كيما وقع المغاربه؟ اولا المغاربه عندكم رخاص، المغاربه عندكم رخاص ياك، واخا ما يمشيوش، واخا يتعداو، واخا يطيروا البنديره واخا ما يوزوش في العالم المغربي، واخا يزول ديك اللاعب اللي شاريناه، ديك الرئيس ديال اولمبيك اسفي، ديك بوخنونه، سمحوا لي على هذه العباره، ديك الموسخ اللي قال لك نسمحوا له ما جينا بلاعب جزائري، علاش حنا ناقصين لعابه في المغرب؟ قال لك الاخوان ديالنا لابد نستقبلوهم واخا وقعت الواقعه. هذاك بوخنونه هذاك عنده صفات رئيس. وفين هي الهيبه ديال الامن والسلطه المغربيه؟ فين هي وزاره الداخليه من هذا الشيء هذا؟ العبث اللي كيوقع في الملاعب والعبث اللي كيوقع في الشوارع من عند بلطجه افريقيه مجرمين دخلتوهم وقتله ونقلوا الحروب ديالهم الدوله ديالهم اللي حروب الشوارع في المدن المغربيه، ودرتوا لهم الميساد كيفرشوا كيبيعوا القروده وكيبيعوا الدجاج ميت واللحم ميته، وكيديروا الكنائس في البيوت. وديك الناس اللي كيكريو ديك الخابات، ديك العابات، ديك الخونه، ديك الخونه الوطن اللي كيهمهم غير اقارن طنعاشن كما كيقولوا الريافه. ما فيكم شي النفس على الوطن ديالكم. فين هي هذا الامن وهذا الهيبه ديال الدوله الله يرحم الحسن الثاني رحمه الله، فهو كان كيعرف بان الهيبه ديال الدوله كتكون في القوه والشجاعه والصرامه ديال الدوله، قوه الامن، قوه الدفاع عن الوطن، قوانين صارمه، ما كان كيدخل عنا حد، ما كان كيجي عنا حد، ما كان كيتجول حتى شي افريقي خابات بدون هويه في شوارع المغرب. ولينا كنصبحوا نشوفوهم بالالوفات متعمدين كتخدموا الخرنس، كتخدموا سيادكم اوروب، كديروا خدمات. وديك الجمعيات البهلوانيه، جمعيات اللي كتسترزق على ظهر المواطنين، ظهر الشعب، ظهر المساكين، اللي كتدافع على حقوق الانسان وحقوق المهاجر. وسيروا ديوهم الديور ديالكم ونعسوهم وعطيوهم بناتكم يتزوجوهم. زولتوا القوانين ومحيتوا القوانين اللي هي كانت راسخه في الدوله. ممنوع الزواج مختلط، ممنوع دخول الناس اللي هما بدون هويه بدون اوراق. كانت هناك صرامه، كانت هناك الاجرام، يعني يجبر بنادم يحطوا يجبروا يحشيو يديه للحبس ويصيفطوا يرميه في الصحاري، وليتو كتعطوهم جولات سياحيه. شفنا الكحل كيتهجموا على الامن وعلى هاد الافارقه، كيتهجموا على الامن وكيتهجموا على القوات المساعده، كيدخلوا مساكن الكيران باش يديوهم من كازا لتيزنيت ولا لبني ملال، وكترميوهم في المدن الصغيره في كلا المساكين باش يتغلبوا عليهم، عاود ماشي يكرهوهم في المعيشه، باش ديك الشعب دائما يبقى يقول خصنا الامن. ما حشمتوش. واش شتو هذيك الرئيس ديال الاتحاد ديال الاولمبيك اسفي اللي قال لك اخواننا خوا طاوا الغربيه والقصعه ديال سكسو والحوت ديال الاطلسي ومنعسينهم في الديور،
وبلا حشومه وبلا حياه عاطينهم 500 ورقه بطل. هادشي كديروه متعمد. كاينه خونه. انا نقول لك شوف، الهبه ديال الدوله تقول لي لا العمله الرخيصه، العماله الرخيصه اللي جايبينها من لافريك، لا الدوله ديال الترحاب والاستقبالات وشنو سماه والنخوه. داكشي ما كايناش منه، داكشي غير متعمد، وداكشي بهلوانيه ديال الخزعبلات ديال الخوالخاوي. الدوله هي الاسس ديالها هي القوه والسلاح والهبه والامن القوي والقوانين الصارمه، وديك القانون ديال العفو الملكي اللي كيجي مره في كل عيد كنجبروا المجرمين خارجين. 3 السنغاليه اللي خصهم يدخلوا للحبس خارجينهم يمشيو بحالهم. الدوله ديالهم قال لك بمناسبه عيد الصغير وبمناسبه عيد الكبير وبمناسبه كيخرجوا المجرمين والاجراميين اللي عبتوا في البلاد هرسوا. والله العظيم الا ما كيعزوا عليا ديك رجال الامن الاحرار اللي مساكن لابسين الكسوه ديال البلاد وكياكلوا الدق وكياكلوا العصا، وما كتعطى لهم شي امور باش يدافعوا على راسهم ومساكن لا حول ولا قوه. مساكن كيديروا كاع في المستحيل ديالهم رجال الامن واعوان السلطه اللي عاطينهم اوامر مساكن ما يدافعوش على راسهم، ما يهزوا زرواطه، ما يضربوا، ما والو. حاطينهم ما بين البلطاجه وكياكلوا في الكراسي في راسهم، كيتهرسوا لهم الكراسي على راسهم. الله يحسن العون ديك رجال الشرطه اللي كنحييهم هذا المنبر، وكنحيي ديك رجال اعوان السلطه اللي مساكن كياكلوا الدق وكياكلوا الكراسي وممنوع يردوا، ممنوع يضربوا. كتعطاوهم اوامر باش ما يتدخلوش، حيت الاوامر كتجي من هرم السلطه، ما كتجيش من عند هذوك المساكين. فاذا كانت القانون كيطبق وهذه كان هذوك رجال الامن كانوا يدافعوا على راسهم، كانوا وراو ديك البلطاجه فين هي كرغولستان. كنا وراوهم الحقيقه شنو هي، شنو هو القانون، كيفاش كيطبق القانون. فشفنا التعدو ساعه ونص، وهاد الكاف هذه ديال الافريقيه الفاسده باقي شي كره كيمشي فيها الكون كيولي باقي يعني كيتحسب دوبلي. كاع الناس مشات للقدام، لقيتو باقي ياك المقابله التعادل في تعادل، خصها البرولونغاسيون، خصها البينالتي. والمقابله اللي تعطلت ساعه ونص، اللي كانت عاد تبرمج في 8 ونص مشات حتى 9 ونص ل 10 الليل. فين هو هذا الكاو؟ فين هما هاد القوانين؟ فين هي هاد لجنه الانضباط؟ وفين هي هاد اللجنه اللي كتهيئ وكترتب هاد المقابلات وكتشوف شنو واقع وما كتعطى شي اوامر صارمه؟ فين هو الشعب المغربي الحر تخليه اللي هو يدخل يدافع على الحرمه ديالو؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ما بغيتش نخرج بهذا الفيديو، شيء مؤسف. كمغاربه هنا بالجاليه المغربيه كنبغيو نتفرجوا في المغرب ونشوفوا المغرب، ودائما كندافعوا على المغرب كندافعوا على بلادنا وعلى الشعار ديالنا الله الوطن الملك. ولكن للاسف كيعيشوا بيناتنا خونه، كيعيشوا بيناتنا صحاب الخوانجيه، صحاب الكوفيه، صحاب دوله الاستقبالات والدوله ديال التسامح. مستقبلين لهم بالبنديرو، ما عندهم لا فيزا. شكون فين هاد الوزاره الداخليه والمؤسسات كيفاش كدير هاد الفيزا وخصوص تسكاني بنادم كيفاش كيدخل لهاد البلاد؟ كيفاش هذيك الحدود كلها كتدخل منا الوفات الافارقه بدون مراقب ولا هم يحزنون؟ كيفاش كيسكنوا في هاد الاحياء؟ كيفاش كتكرى لهم هاد الضيوف؟ فين هي المراقبه وفين هو الامن اللي هو غادي حنا الامن ديالنا اللي هو الامن يعني عنده قيمه ما بين الدول العظمى؟ غادي نمشيو نعاونوا الامريكان، قال لك في تنظيم كاس العالم، وغادي نامنوا وغادي نطوقوا. شنو امنا؟ ما مباراة كرة القدم جاو للبلاد هرسوا لنا، دخلوا البلطاجة عطيتوهم التمر والحليب والوراقي بطل ونعسوهم بطل وعطيتوهم الحوت، هرسوا لكم الكراسي، هرسوا رجال الامن، تهجموا على الجمهور ديال اولمبيك الاسفل والجمهور اللي جاي يتفرج في الفريق ديالو من بعد ما تحرم في المقابله ديال الذهب. اللعابه شوف غير الحارس الاولمبيك اسفي كان حيه هذا المنبر اللي خرج بتصريح صريح
كيقول لك بارك علينا من البرارة الداتا والغربيه والفقاص، راهما مشاو جلسوا في الدس وزولوا لهم الباسابورتي ومنعوهم التجوال ومنعوا العالم المغربي يتهز. وديك الرئيس ديال اولمبيك اسفي، ديك الخبيث، ديك بوخنونه، ديك بوخنونه ديك، حتى الكابا ما عندوش، حتى الكميستان ما عندوش. قال لك التسامح والاخوه، اخوه خاوه طاوه طاوه خاوه، الغريبيه والفقاص والبراداتي هو تمشي تزولوا منا، يعني كاع مدلولين. الله يدير خير بلادنا والله وتحيه للمغاربه ديالنا الاحرار رجال ونساء، وتحيه الرجال الامن اللي هما مساكن لا حول ولا قوه لهم. كنحييهم وكنحييك رجال اعوان السلطه، وديما مغرب والله يدير تاويل الخير. ويا ربي يجيو الناس اللي يسكموا هذه البلاد ويكونوا يعني رجال سلطه بامتياز، اللي كيدافعوا على حقوق المغرب والمغاربه اولا، عاد كيشوفوا البراني كما كيدير. كتشوفوا في العالم شنو وقع، كاع الناس كيدافعوا على الوطن ديالهم والشعب ديالهم. حنا عندنا الشعب كيدلوه وكيدخلوا البراني علينا يستقبلوا الغربيه وبرار الداتي. تحيه للمغاربه، تحيه للناس ديال اسفي اللي تحرموا يمشيو يتفرجوا المقابله وكلاو العصا، الامن ما امن والو. تحيه للمساكين اللي ما دخلوش الملعب والوراق ديالهم عطاوهم 500 بطل، ولاد المخابرات ولاد العسكر، اعداء الوطن اعداء المغرب. كنعل ديك الخونه ديك الخوانجيه اللي كيستقبلوا هاد الناس بالغربيه والفقاص. وديما مغرب، وكما كنقول شعار الله الوطن الملك ولا عداء للحاقدين. السلام عليكم.